لبس المدرسه موجود. اللانش بوكس والفليسك والشنطه بتاعت المدرسه برضه موجود. شاور المدرسه اللي انا قريته ده صح. شاور المدرسه. الباك تو سكول السنه دي برعايه توفي كيدز. توفي كيدز الروتين اللي هيحبب الاولاد والامهات في تجهيزات المدرسه. اول حاجه هنبدا بيها الشاور جل. تمام، الشاور جل يا جماعه يا رب تكون ريحته واصله لكم. من كتر ما ريحته حلوه انا عرفت ليه سموا البراند توفي كيدز. ريحته ايه يا ايلين؟ كاندي. ريحه الكاندي. بصوا يعني ايلين قالت لكم ريحه الكاندي. عايزه اقول لكم ان هو بينضف بشرتكم كويس برغوه جوز الهند والجليسرين. تاني بقى حاجه معانا الشامبو اللي هو بزبده الشاي. عايزه اقول لكم ده للشعر الكيرلي وللشعر الناشف، بيخلي الشعر طري جدا وريحته تحفه جدا وبيخلي الشعر ملمسه حرير. اما بقى ده لجميع انواع الشعر، بينضف الشعر جدا وبيطريه وبيفك التشابك بتاعه الشعر وبزيت الجوجوبا والبنسينول. اما بقى بالنسبه للبلسم، البلسم يا جماعه خطير جدا ومميزاته كتير جدا، بيسهل الشعر وبيفك التشابك وبينعم الشعر وبيرطب الشعر. اظن مفيش احسن من كده. اما بقى الكريم والزيت دول معديين على العيله كلها من كتر ما هم مغربين بيه جدا جدا جدا، سهلين في الترطيب والنعومه والتصريح، بجد تحفه. اما بقى ختموها مسك. ده ماسك توفي. الماسك ده خطير جدا جدا، عايزاكم كده يوم الاجازه تحطوه على شعرهم وتسيبوه ربع ساعه، هتلاقوا مفيش هيشان، نعومه، ريحه، حلاوه، كل حاجه ممكن تتخيلوها، لانه معمول بزيوت طبيعيه، معمول بزيت الجوجوبا وزيت البنسنول وزيت اللوز الحلو، بجد حاجه تحفه جدا. والاهم من ده كله ان هو خالي من ماده السلفيت ومكونات طبيعيه مليون في الميه وبيتحدوا بيه اي حد. هسيب لكم رابط البيج بتاعهم في الكابشن وهستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. يلا بينا بقى علشان نعمل روتين الباك تو سكول. يلا.